فلسطين مش ترند يومين ثلاثة وتختفي. فلسطين قضية وسنين، ناس بتستشهد، أطفال بتتأذي، كبار سن، سيدات بيضحوا بحياتهم كل يوم لأجل القضية بتاعتهم ولأرضهم، والعالم كله مدور وش عنهم. نفس العالم اللي بيتحرك للكوارث وللإنسانية ومعرفش إيه، هو نفس العالم ده بيسكت على كل اللي بيحصل في فلسطين. والكلام بتاعي المفروض ما يكونش جديد عليك، وانت شفت كده بعينك خلال الأيام اللي فاتت، والانتهاكات اللي بتحصل سمعت في العالم كله. من غير رغي كتير، تعالى نعدي الانترو بتاعنا ونكمل كلامنا في موضوع النهارده. موضوع حلقة النهارده مش هيكون على كل اللي بيحصل الايام اللي فاتت دي، لان الايام اللي فاتت دي محتاجه حلقه لوحدها. موضوع حلقة النهارده ازاي اساسا بدأت قصة فلسطين. زي ما موضح قدامك في الشاشة، فلسطين جزء جميل جدا من الارض، تقع في الجانب الايمن من البحر المتوسط، وبيحاوطها من الجهات هي مصر، الاردن، سوريا، لبنان. وعلى مدار سنين كانت فلسطين تحت حكم مجموعات عدة، منهم الاتراك، منهم اليونانيين، منهم الرومان، وغيرهم كتير وكتير. بس كانت فلسطين هي فلسطين، الدولة الفلسطينية ملك الشعب الفلسطيني. ما كانش فيه اي حد بيحاول انه يمحي الهوية الفلسطينية. وهنا انا هتكلم عن التواريخ الاساسية بس، او التواريخ المهمة، عشان برضو وقت الحلقة ما يكونش طويل عليك. وان اساس الموضوع هو اخذ الاراضي الفلسطينية والاستحواذ عليها. وبداية الموضوع بتاعنا حصل سنة 1799 على يد نابليون، لما وعد اليهود بموطن ليهم في فلسطين. وهنا خلي بالك، انا شايفك انك بتوزع من مال امك، بس مش موضوعنا النهاردة. سنة 1897 اطلقت الحملة الصهيونية، او الحركة الصهيونية زي ما بيسموها، على يد هرتزل. والحركة دي كان ليها هدف واحد بس، هو وجود دولة يهودية على الاراضي الفلسطينية. طيب السؤال اللي هنا هيجي في دماغك دايما، ليه فلسطين، او اشمعنى فلسطين بالتحديد؟ لان ده على حسب كلامهم اللي ملوش اي اساس من الصحة طبعا، هي ارضهم اللي بتحق ليهم وفقا للصهيونية في ابسط اشكالها. فلسطين هي مش ارض الفلسطينيين، لا، هي ارض اليهود. وكل اللي بقوله لك ده هو كان مجرد فكرة او مجرد كلام على ورق ملوش اي اساس من الصحة، لحد ما كل ده يتغير في سنة 1916 ومع الحركات السياسية واعطاء الاراضي الفلسطينية لليهود. وفي نفس السنة بعد اتفاقية سايكس بيكو بيتم تقسيم الشرق الاوسط على بريطانيا وفرنسا بالشكل الموضح قدامك ده، الا فلسطين بيتم كلهم مشاركة الحكم فيها. بس الكارثة الأكبر حصلت سنة 1917، وهو اللي بعديها بسنة بالظبط، في وعد بلفور، وده كان إصدار من الحكومة البريطانية بتدعم فيه إن جزء من فلسطين يعطى للصهاينة. وبعد كده تحس إنهم تو ما صدقوا، كمية مهولة من الصهاينة بدأوا يسافروا لفلسطين أو يهاجروا لفلسطين بأعداد مكثفة أنت ما تتخيلهاش. وده حصل بسببها نزاعات بين اليهود اللي بيدعوا او بيتكلموا ان الارض اللي هم فيها دي ارضهم، وبين طبعا الفلسطينيين. لازم تفهم ان لحد الحتة دي كان وجود اليهود في فلسطين لا يتعدى 5% من الاراضي الفلسطينية، وكل ده فضل مستمر لحد سنة 1946. بس كل ده اتغير سنة 1947 بعدها بسنة برضو. وبعد الحرب العالمية التانية بريطانيا سلمت مسؤولية فلسطين للأمم المتحدة، اللي هو بصي خدي انتي اتعاملي. وفي نفس السنة الأمم المتحدة بتصدر قرارها رقم 181 بإعطاء جزء من فلسطين لليهود، واللي هو قسم الفلسطين زي ما موضح قدامك في الشاشة كده. الاحتلال هياخد 56% ونص من الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين هياخدوا 43% ونص بس، اللي هو ملوش حاجة أصلا في الأرض من الأساس، بياخد اكتر من صاحب الارض نفسها. انت مستوعب الموضوع؟ وزي ما متوقع طبعا، وده الطبيعي، ان الفلسطينيين ما يعجبهمش الكلام ده. ومن اللحظة دي والكيان الصهيوني بيحاول انه يمحي الهوية الفلسطينية. وزيادة على كل ده انهم كانوا بيعتدوا على الفلسطينيين وبيخرجوهم من بيوتهم بشكل غير ملحوظ. وفضل كل ده مستمر بدون توقف لحد يومنا هذا. اكتر من 750 الف عيلة فلسطينية تم اخراجهم من بيوتهم، غير 530 قرية تم تدميرها، برغم طبعا تدخل الامم المتحدة ومحاولة ارجاع الفلسطينيين لارضهم او لبيوتهم، الا وان كل ده ما حصلش. ودايما كل ده هيفضل معانا، قرارات بتطلع من هنا ومحدش بيسمع لها من هنا. كلامك بالنسبة لي ملوش اي 30 لازمة، انا خدت اللي انا عايزه خلاص. وبعد كمية الدمار والتخريب اللي هم عملوه ده،
بيتم فعلا إنشاء دولة الاحتلال في سنة 1948 من غير أي كلام. طبعا بيتم الاعتراف بيها من الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي، وطبعا بعد إنشائها بدأ يكون في حروب بينها وبين الدول العربية. لكن في سنة 1949 بيتم الاتفاق على وقف الضرب. يسكتوا بقى لحد هنا والدنيا تعدي؟ لا طبعا، ازاي؟ انت بتحلم يا باشا. من 1950 لحد 1967 مشاكل بسبب استيطان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. يخشوا الأراضي الفلسطينية، يعتدوا على أهلها، يخرجوهم بره بيوتهم، وهكذا الحال فضل مستمر لحد في 1967 بقى الفلسطينيين ليهم جزء من أرضهم 20% بس، الاحتلال ليه 80%. انت متخيل الرقم؟ انت متخيل احنا كنا بنتكلم في كام في أول الحلقة ودلوقتي وصلنا لكام؟ وناس كتيرة من اللي أخرجوهم بره بيوتهم بدأوا إنه يهاجروا، منهم لمصر، منهم للبنان، منهم لسوريا، والبعض الآخر فضل الاعتداءات والأذية شغالة عليهم، غير اللي استشهدوا طبعا في الموضوع ده. وخلي بالك أنا هنا زي ما قلت لك أنا بتكلم على التواريخ المهمة. ما بين كل سنة وسنة من اللي أنا ذكرتها دي في كمية اعتداءات وأذية وناس استشهدت بطريقة أنت ما تتخيلهاش وما تجيش على بالك، وكل ده ما انتهاش أساسا لحد ما أنا صور الفيديو ده. وحصلت الانتفاضة الأولى سنة 1987، ودي كانت عبارة عن مظاهرات واحتجاجات من الشعب الفلسطيني من اللي بيحصل لهم من الاحتلال أو من جيش الاحتلال، وبسببها منظمة التحرير الفلسطيني بتوافق على بعض قرارات الأمم المتحدة، وبعض من الفلسطينيين يعترفوا بوجود دولة الاحتلال. وفي سنة 1993 نفس المجموعة بقيادة ياسر عرفات وقعوا اتفاقية أوسلو مع الاحتلال. دي كانت بتقول ان جزء من الاراضي الفلسطينيين او جزء من الاراضي اللي الاحتلال واخدها من الفلسطينيين غصب عنهم يرجع للسلطه الفلسطينيه، والاجزاء الاخرى هيتم الاتفاق عليها في المستقبل، او المفروض كان يتم الاتفاق عليها في المستقبل. من ضمن شروط الاتفاق دي هو اتفاق اسمه التنسيق الامني. معناه ايه التنسيق الامني؟ معناه ان اي حد يحتج على الاحتلال السلطه الفلسطينيه تسلمه لهم. وفي سنه 2000 وطبعا مع عدم تغيير الحال بتتم الانتفاضة التانية، ودي كانت مجزرة بكل معنى الكلمة، واحتجاجات ومظاهرات من الفلسطينيين قصاد الظلم اللي بيشوفوه من الكيان الصهيوني. عايزك بس كده تتخيل معايا انت قاعد بتدافع عن ارضك اللي اتاخدت منك غصب عنك تحت قرارات انت مش معترف بيها اساسا. مع الانتفاضة التانية بتسقط كل الاتفاقيات ما بين الكيان الصهيوني وما بين السلطة الفلسطينية، والاعتداءات بترجع من جديد على جزء الأراضي البسيطة جدا اللي باقية للفلسطينيين. وفي سنة 2008 الاحتلال بيشن هجوم عنيف جدا بكل معنى الكلمة على الفلسطينيين وعلى أراضي غزة اللي بيستشهد فيها أكتر من 1900 شهيد مقابل 13 من الصهاينة. وطبعا أنا مش محتاج أفكرك باللي حصل في 2014 واللي هي كانت واحدة من أكبر المجازر اللي حصلت في تاريخ فلسطين. اكتر من 2000 فلسطيني و66 صهيوني. ما بقاش ينفع ان احنا نسكت. طبعا ما كانش ينفع ان احنا نسكت قبل كده، بس ما ينفعش ان احنا نسكت في الوقت اللي احنا بنمر بيه دلوقتي ده. اي حاجه مهما كانت بسيطه هي كبيره انك تساعدهم بيها. اتبرع باللي تقدر عليه، مهما كان صغير بالنسبه لك هو كبير بالنسبه لهم. ما تقدرش تتبرع، ما توقفش الهاشتاج، ما توقفش الشير للفيديوهات اللي بتظهر لك لفلسطين، ما توقفش بوستات، ما توقفش دعم ليها. وادعوا لاخواتنا ان ربنا يقويهم وينصرهم على اللي هم فيه، وادعوا لاخواتنا الشهداء وبس. ده كل اللي كان عندي اقوله لك في الفيديو ده، واستناني في فيديو جديد بموضوع جديد. اشوفك على خير.